ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. فيديو النهارده هيبقى عن الكشري المصري على اصوله بتكاته بقى. والحمد لله يعني كل اللي ضاقه شكر فيه جدا، وكمان احلى من المطاعم بتكاته. حاجات بسيطه جدا جدا، يعني هي مش مستاهله، بس انا حبيت نتشارك مع بعض كده حتى لو حاجه بسيطه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك حلو منك، لان فعلا بنتعب في الفيديوهات عشان اصور طبعا والمونتاج وكده. فيعني لايك، شجعيني بلايك حلو كده، واتمنى كمان منك الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يا ست الكل. يلا بينا نخش على الفيديو، يلا بينا. اول حاجه نبتدي بيها الفيديو كده، العروسه الحلوه دي بنوتي عملت لها التيشيرت والبنطلون دوت والبونيه، طبعا زي ما انتم شايفين حلو ازاي ومقلوب بقى، يعني بنت فاشونيستا خالص. فاشونيستا انا قلتها صح؟ تمام. المهم كانت فرحانه ومبسوطه ان هي خيطت لها كده الطقم دوت على ايديها، فقالت لي يا ماما بقى صوريهولي، وانا صورته بقى ووريته لكم اهو. ما تنسوهاش بقى في اللايك وشجعوها كده ان اللبس اللي عملتيه للعروسه حلو. تمام، يلا بقى نخش على الفيديو النهارده. الكشري بقى هنعمل خطوه بخطوه مع بعض كده. اول حاجه البصل، اي نعم البصل غالي دلوقتي، بس بصراحه احنا بنحبه فبنحب نعمل كميه كبيره لان هو اللي بيدي طعم للكشري. تمام تمام، انت على حسب الكميه اللي انت بتحبيها. كده هقطعه بقى ترانشات صغيره. انا مش بهتم قوي ان هو يبقى صغير قوي، لانه بعد كده كله ده بيدبل وبيبقى صغير قوي، يعني التقطيعه مش هتفرق معانا كتير. المهم ان هي في ناس بتقطعه اللي هو الشرايح، وفي ناس بتقطعه زي كده مكعبات، على حسب راحتك وعلى حسب ما انتي متعوده وحابه. تمام، بس كده بقى انا يعني شوحته شويه على النار، بحيث ان لو في ميه او في حاجه تنشف. بعد كده حطيت له الزيت. معلش بقى يعني ما تتضايقوش من كميه الزيت الكتيره دي، لان انا لسه هستخدمها في باقي الاكله، فلسه بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. الكميه الزيت دي مش كتيره خالص، هي حلوه وهستخدمها، مش هتترمي ولا في حاجه هنرميها يعني. تمام، هفضل اقلب فيها كده. وبعد كده شوف بقى هنعمل ايه، وهتوصلها انهي لون يعني. كده هي احمرت، بس طبعا البصل الاحمر بيديكي اللون غامق شويه، وطبعا مع الكاميرا بيدي لون اغمق. بس هي ما اتحرقتش، هي محمره كده وحلو، حتى لو تاخدوا بالكم ان في حاجات لسه بيضه او صفرة، يعني مش ما اتحرقتش خالص. تمام، وكميتها نزلت من النص بمعنى اصح. كده ما كنت حاطه ميه تغلي، بس يعني على بال ما عملت البصل كانت الميه غلت شويه وعملت ريم، مش مشكله. حطيت الاول ربع كيلو من المكرونه السباكيتي، وربع كيلو من المكرونه المقصوصه الصغيره دي. طبعا مش مشكله اني بقلب بالكبشه بتاعه البصل، لان برضو لسه هحط فيها من الزيت البصل، كله هيتقلب مع بعض. كمان العدس بجبه حطيته في شويه ميه كده يغلي بقى ويستوي شويه، عشان طبعا المفروض كنت نقعته من قبليها بالليل، بس ما كنتش عامله حسابي ان انا هعملها الاكله دي في الغدا او كده. مش مشكله، هنسيبه يغلي شويه كده لحد ما احس ان هو بقى نص سوا. وبعد كده هحط عليه الرز، برضو هيبقى ربع كيلو رز. على حسب الكميه طبعا، انت بيبقى هو ربع من كل نوع رز. عدس بجبه، مكرونه الانواع بقى، عايزه تكتري، عايزه على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. تمام، هنا كنت بقى بصفي البصل علشان هاخد الزيت بقى، اللي انا زي ما قلت لكم الزيت، كميه الزيت اللي حطيتها دي كلها مش هرميها ومش هدلقها، بالعكس انا هستخدمها، فهتنفعني قوي وهتدي طعم وتست قوي حلو قوي للمكرونه واللي باقي الطبخه معايا. زي ما انتم شايفين كده في الطبق، كل كميه الزيت دي هستخدمها بقى في كل اكله شويه. تمام، كمان حطيت على العدس شوربة ماجي. هبتدي اقلبها كده بقى واسيبها تعيش شوية مع نفسها وتديها طعم، وبعد كده بقى نبقى نشوف هعمل معاها ايه. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسينيش بقى في اللايك الحلو منك، يعني دوسي على اللايك كده انتي بتتفرجي كده. كنت بشوفه هو استوى ولا لسه. بصوا بقى، حطيت شويه من الزيت. بصوا هي كميه الزيت تبان انها كتيره، بس هي لسه هستخدمها مع المكرونه شويه ومع الرز شويه. هنا كنت حطيت الرز فالكاميرا ما كانتش بتصور، معلش يعني. كده قلبته وهسيبه بقى يعيش حياته ويشرب
الميه بتاعته ويستوي، وفي نفس الوقت هو واخد من طعم البصل، فهيديني احلى طعم في الدنيا. بجد الكشري ينافس المحلات بامانه، وحاجه بيتي بقى ومعروفه وعارفه انت عاملاها ازاي. كمان المكرونه كانت استوت زي ما شفتوا، وصفيتها وحطيت برضو عليها رشه زيت كده. وكمان الدقه بتاعتها توم، توم مفروم مع شويه طبعا الزيت التحمير، من تحمير البصل زي ما قلت لكم هنستخدمه في كل حاجه تقابلنا، صلصه بقى او دقه. هنا كانت الثوم احمرت وحطيت عليها شوربه ماجي. وطبعا دي كانت توم للصلصه مش للدقه، ما علينا. تمام كده حطيت الصلصه عليها، كنت ضاربه الطماطم معايا وجاهزه وحطيت عليها. يعني في ناس بشوفها بتحط الصلصه وتتسبك لوحدها خالص من غير توم ومن غير اي حاجه، بس التوابل عليها وخلاص، ويبقى دي الصلصه بتاعه الكشري. لا، التوم لما بيبقى مع الطماطم او الصلصه بيدي طعم كمان تيست احلى. يعني كل الحاجات دي حاجات بسيطه بس بتفرق في الطعم جدا. كمان ده بقى ده شويه توم للدقه برضو هسيبها تحمر كده، وبعد كده هحط عليها شوربه ماجي وطبعا الكزبره ناشفه. وخلاص هحط بقى خل كده، انا مستنياها ان هي تحمر. هحط عليها خل واسيب الخل يغلي شويه، يعني اللي هو ايه، ياخدوا من طعم بعض، وبعد كده هزودها بميه زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا مستنياها تحمر. حطيت بقى الكزبره الناشفه وكمون برضو عشان يديها طعم، ملح وكمون. هنا كنت حطيت الخل بس هسيبه يغلي شويه مع بعض عشان ايه، يطلع ريحته والطعم بتاعه كده. ما شاء الله كمان الرز والعدس كانوا استووا مفلفل كده وحلو زي الفل، عبال ما الدقه تغلي شويه، وكنت زودتها بميه. بس كده واكلتنا كانت خلصت الحمد لله، وحطيتها ورصيتها وما شاء الله كان جميله يعني. وكل واحد بقى اللي ليه نصيب اخد منها. كمان دي صلصه بتاعتها، لو حابه ان انتي تزوديها او تشطشطي الدنيا شويه حطي عليها شويه شطه، هتروح في حته تانية خالص. ده كمان الدقه كده، وبالهنا والشفا على قلوبكم. واتمنى تكون في وصفه النهارده عجبتكم يا رب. ومتنسونيش في اللايك بقى والاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.